بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتكم، قناة كريبتو فرانكو. الف مبروك. الحمد لله. احنا النهاردة هنعمل فيديو لشرح عملة لسحب عملة كلايتون. زي ما انتم شايفين ده حساب من الحسابات بتوعي. احنا عندنا هنا اول ما تفتح الواجهة بتاعة البوت هتلاقي في عندك هنا اكستشينج ديتيل وديبوزيت اكستشينج. تمام، هندوس على ديبوزيت تو اكستشينج. هتلاقي في عندك 4 منصات، حضرتك هتختار منصة واحدة فيهم عشان تسحب فيها العملات بتاعتك. زي ما انت شايف بيت جيت عاملة عرض لان انت تسحب على بيت جيت مقابل ان انت هتاخد شير من 100,000 دولار. منصة جيت اي او عاملة عرض برضو ان انت لو سحبت على منصة جيت اي او هتاخد شير من 50,000 دولار. منصة كيو كوين برضو عاملة عرض ان انت لو سحبت على كيو كوين هتاخد شير من 200 مليون كلايتون. ومنصة ميكس عاملة عرض ان انت هتاخد شير من 10,000 دولار. كل واحد طبعا يا اصدقائي يسحب على المنصة اللي تريحه. انا شخصيا يعني بدأت اتضايق من بيت جيت اخر فترة. هي بقت بتعمل حركات مش ظريفة، بتخليك دايما مش قادر تبيع في لحظة البيك بتاعة العملة او لحظة الادراج بتاعة العملة. فكنت مش بفضل ان انا اعمل ايه ايداع على بيت جيت. طيب، لو هعمل ايداع على ايه؟ طبعا انتوا زي ما انتم شايفين في عندك جيت اي او وعندك كيو كوين وعندك ميكس. طبعا يعني جيت اي او تعتبر افضل واحده في الثلاثه اللي فاضلين بعد بيت جيت. فهنفكر كده ممكن نعمل الايداع بتاعنا على جيت اي او. طيب، ازاي نقدر نعمل ايداع على جيت اي او؟ هتروح جاي دايس على المنصه كده، هيقول لك انت عندك حساب على جيت اي او ولا لا؟ هقول له اه عندي حساب. طيب، هتلاقيه طالب منك هنا 3 حاجات: الجيت اي او يو اي دي، الكريتين ديبوزيت ادرس، والميمو بتاع العمله. هتروح جاي رايح على المنصه بتاعت جيت اي او وتروح جاي جايبهم. هنروح دلوقتي مع بعض. هتفتح كده المنصه بتاعت جيت اي او. طبعا هتبقى مختار من هنا الخانه بتاعت التداول. هتبدا تعمل ايداع. مش هتلاقي في عندك هنا زرار ازرق كبير كده مكتوب عليه ايداع؟ هتدوس عليه ايداع. هتقول له اه ايداع عن طريق الشبكه ايداع اهو. هتبدأ تبحث هنا عن عملة كلايتون في السيرش. هتكتب كلاي، اهي هتلاقيها ظهرت لك بنفس رمز العملة. هتختار كلايتون. هيروح جاي هو اوتوماتيك جايب لك ايه الشبكة بتاعتك على التون والميمو بتاعك والعنوان بتاع السحب. هتروح جاي داخل اخد العنوان بتاع السحب كوبي وراجع تاني على البوت، حاطط العنوان في مكان العنوان اهو كلايتن ادرس. هتروح جاي حاطه، وبعدين هتروح جاي رايح تاني اخد الميمو اهو كده، وراجع تاني البوت حاطط الميمو مكانه. وهتروح جاي رايح بعد كده اخد ايه اليو اي دي بنجيبه ازاي؟ اليو اي دي بنجيبه من بره خالص. هتدوس على شكل اللي موجود ده، الصورة دي. هتلاقي في عندك اهو ده الاسم بتاع اليوزر بتاعي. عايزين بقى نجيب اليو اي دي، هتدوس عليه على السهم اللي جنبه. هتلاقي اليو اي دي ظهر لك تحت ايه اليوزر نيم اهو. هتدوس على علامة الكوبي اللي هناك يقول لك تم النسخ. ترجع تاني للجيت اي او يو اي دي. هتروح جاي عامل بيست لليو اي دي بتاعك وقايل له سنت. بيأكد عليك ان انت لازم تكون عامل كي واي سي. اقول له اه تمام انا عامل كي واي سي. فكده انا تمام، سحبت العملات بتاعتي كده على منصة جيت اي او. بس كده يا اصدقائي، يبقى احنا خلصنا فيديو السحب بتاع منصة جيت اي او. لو انتوا عندكم اي استفسارات تانية يا ريت تسيبوها لي في الكومنتات هنا في اليوتيوب، او على القناة بتاعتنا في اليوتيوب في التليجرام. هسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو. ونورتوني يا اصدقائي. مع السلامة.